السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. في الفيديو ده إن شاء الله نشرح الجرامر بتاع يونت 5. خليك صاحي معايا. أنا عايز أقول لكم يا شباب، تمام، عايز أقول لكم يا أبطال، عايز أقول لكم إن أنتم محظوظين والله المنهج ده يعتبر ما فيهوش قواعد. يعني انا وانا بشرح القواعد للطلبه، تمام، في السنتر بقول لهم يا ولاد انتوا يعتبر اولى ابتدائي. انا مستهفيها بصراحه، مستهفيها جدا. عامه مش هطول عليكم، بالله عليكم خدوا بالكم، انتوا المنهج ده جاي لكم هديه، في الجرامر جاي لكم هديه، يعني حاجات سهله جدا تافهه، يعني بامانه يعني قليله على سنه. تمام ماشي، هنبدا في الموضوع على طول. بص يا سيدي، الجرامر بتاع يونت 5 ده منقسم لقسم. القسم الاول اللي هو الامر، تمام، ازاي ندي امر مثبت ومنفي، والقسم الثاني اللي هو روابط التسلسل، روابط الايه، التسلسل الزمني. اوكي يا جماعه، طيب زي الفل. الامر اللي هو imperative، تمام، imperative، تمام. الامر اللي هو imperative، انجز، ماشي، خلاص يا شباب. الامر اللي هو ايه بقى؟ الامر اللي هو، تمام، imperative. الامر اللي هو ايه؟ imperative، تمام، اللي هو الامر، تمام. وعندنا sequence connectors، sequence، تمام، connectors. خليك مثقف كده واحفظ الحاجات دي بالانجلش، الله يبارك لك. تمام، connectors، تمام. يعني sequence connectors روابط التسلسل، روابط، وده الجزء الثاني ان شاء الله، بارت 2 في الجرام، روابط التسلسل، ماشي. يعني ما تاخدوش بالكم من السين اللي فيها سنين كتير دي. تمام. الامبيراتيف اللي هو الامر، اللي هو الايه، الامر. طيب زي الفل يا مستر. يعني انا كده الجرامر بتاع يونت 5 بس الموضوعين دول، بس الموضوعين دول. هبدا معاك بالموضوع الاول، الامبيراتيف، الامر، ازاي ادي امر مثبت ومنفي. تمام، يبقى الامر نوعين بقى يا مستر، ماشي، مثبت وايه تاني، ومنفي. مثبت وايه، ومنفي. مش هطول عليه، انا هقول لك يا سيدي، قول جمله افتح الباب. دايما بحب اشرح الدرس ده بالجمله دي، يعني فهمت؟ افتح الباب، open the door. انت قلت open، خد بالك، open مش opens ولا opening ولا opened. افتح الباب، يبقى نزلت الفعل فين؟ في المصدر. يعني من الاخر لما تيجي تعمل جملة امر مثبتة، هتنزل الانفينيتيف المصدر ثم باقي الجملة، يبقى مصدر ثم باقي الجملة. زي الفل. مثال يا مستر، ماشي، تمام. show me how to use it. انت جايب مثلا موبايل جديد، ربنا كرمك كده وجبت ايفون احدث موديل، وانا مش عارف استخدمه، فانا هقول لك وريني ازاي بتستخدمه، تمام. هقول لك show، ادي show، ما قلتش shows، الحوار كله في دي. show me يعني وريني، how ازاي، to use it وريني ازاي بتستخدمه. سهله جدا اهو، تمام، خلاص. ماشي. بقول لك بقى يعني اضغط كده على الابلكيشن ده، التطبيق ده، عشان تفتحه. دوس عليه عشان تفتحه. هقولها لك ازاي. تاب يعني دوس، تمام، بايدك. تاب ذا او ذي اب، دوس على الابلكيشن دي اب. تو اوبن ات علشان تفتحه. تو اوبن ات علشان تفتحه. بس سهل، ادي تاب. ما قلتش تابينج ولا تابس، فاهمني؟ تمام زي الفل. طيب الامر المنفي اهو، نغير اللون، يلا بينا. الامر المنفي بص يا شباب، don't يعني لا، ثم الانفينيتيف، ثم الايه، المصدر. don't ثم المصدر ثم باقي الجمله لو في كماله. اوكي يا جماعه؟ طيب زي الفل. او never، انا بحب اترجم كلمه never يا شباب، يعني اياك تعمل كذا. اوكي، تمام. ثم الانفينيتيف ثم باقي الجمله لو في باقي. اتفقنا؟ زي الفل يا مستر. امثله لو سمحت. don't stay up late، ما تسهرش. don't ادي don't اهي، ما قلتش stays، انا قلت stay. don't stay up late، ما تسهرش، الله يبارك لك. يعني السهر مش حلو، اوكي، الا اذا كنت بتذاكر. بصراحه انا صاحي من، لو بتذاكر اسهر وتعب وكده، يعني من الاخر بصراحه، يعني ماشي. من طلب العلا سهر الليالي. بصراحه انا مع الحكمه دي، بصراحه انا مع الحكمه دي. تمام ماشي يا مستر. ممكن اقول لك don't press on this button، ما تضغطش على الزرار ده. اقول لك ما تلعبش في الشارع. انا بهواك وبقول لك ما تلعبش في الشارع. don't play in the street، ما تلعبش فين؟ في الشارع يا عم. خلاص بقى يا مستر زي الفل. طيب ماشي، خلاص. طيب مثلا انا يعني هديك امثله تانية اكتر عشان تفهم اكتر. انا بتكلم معاك كباباك، وانت يعني حسيت بنبره صوتك عالي سن، انا هضربك بالقلم بصراحه. بس يعني خلينا احنا ايه، يعني حد طويل بال شويه، فيقول لك ايه بقى، بابا من الباباهات اللي بيربي تربيه حديثه ده، فاهم انت ازاي؟ إيه تمام. هيقول لك ايه، هقول لك مان never speak
with me like this. never speak with me like this. إياك تتكلم معايا بالطريقة دي. تمام؟ فأقول لك never أدي speak أهي. أدي اللعبة كله في speak. هو يجيبها لك في الامتحان من الآخر اللعبة speaks spoke speaking. فاهم أنت إزاي؟ أنت هتغيرها تبقى ترجعها لمصدر speak. never speak to me يعني ما تتكلمش معايا like this بالطريقة دي. أو never talk to me like this. never talk to me like this. never talk to me like this. اوكي زي ادي talk يتحدث. طيب ماشي يا مستر. خلاص على فكرة الدرس خلص. تخيل انت دي شوف ماشي. هتدي امر مثبت، تبدا بمصدر، تبدا امر منفي، دونت او نيفر زائد المصدر. شكرا. تخيل انت الدرس خلص. انا رغيت فيه كتير. تمام. طيب يعني في تريكات في تريكات للمتفوقين كده يعني. بس ممكن نستخدم ممكن تمام نستخدم مين؟ نستخدم ايه؟ مش خلص الدرس؟ خلص بس يلا خد حتت كده زياده. always دايما قبل الامر المثبت. قبل الامر تمام المثبت. اوكي تمام. بنقول لك دايما خليك حريص، دايما خليك واعي، فاقول لك ايه؟ always be aware. دايما خليك واعي. صح كده ماشي. بي تمام اللي هو فعل يكون المصدر منه عليه مدار كبير. خد بالك. تمام. طيب ماشي كده. الامر المنفي هيزعل مننا يا مستر. ما احنا قلنا فوق يمكن استخدام تمام never ماشي قدام الامر الايه؟ تمام قبل الامر المنفي. المنفي. اوكي ماشي يا مستر. زي ما احنا ادينا المثال بتاع نيفر. ما تتكلمش معايا زي كده. اوكي بص يا سيدي، لو انت مثلا مش عايز تبان انك حاد قوي كده ويعني فاهم انت ازاي غلطان قوي وانت بتدي الامر، بتتحايل على الانسان او بتطلب منه كده باسلوب مؤدب، هتقول قبل الامر او قبل الفعل في المصدر بليز من فضل والنبي. فاهم انت ازاي؟ بليز او just يعني اللي انا بقولها بس اعمل just listen to me يا اخي بس اسمعني. تمام. just listen to me bس listen اهي. تمام to me يا اخي بس اسمعني والنبي. تمام هي دي يعني. اوكي خلاص. قال لك في حاجه تانية ممكن يا سيدي نستخدم يو قبل الامر، بس ده في حاله لما اكون باكد على حد قدامي بعينه في وسط مجموعه مثلا. يعني انا دخلت الفصل لقيت الطلبه عاملين يعني دوشه كده يعني اللي هي ممكن اتجاهلها، ولقيت حد عمل حركه غريبه او على صوته كده هو وحيد انا عارف، او على صوته شفته في الحركه دي، فاقول له ايه بقى؟ هقول له يو انت يا بني ادم يو. تمام. don't do this again. ما تعملش كده مرة تاني. هيك تعمل كده مرة تاني. فانا خصصتك انت اللي قدام. تمام خلاص. ده كان بالنسبة للامر بكل بقى حذافيره والمستوى المتقدم بتاعه. مش عايز اطول عليكم. هندخل على بارت 2. تمام. بارت 2 يعني الجزء الثاني اللي هو ايه بقى؟ سيكونس اللي هو كونكتورز. سيكونس كونكتورز اللي هي روابط التسلسل. ماشي يا مستر. اكتبها كده واحفظوها يا جماعه. سيكونس كونكتورز. السي دي ماشي. كونكتورز. اوكي. روابط الايه؟ التسلسل. تمام ماشي يا سيدي. ايه روابط التسلسل؟ بص بالبلدي كده. عارف انت لما بنيجي نتكلم مع بعض تقول اولا انا عملت كذا، ثانيا عملت كذا، ثالثا عملت كذا، وفي الاخر انا عملت كذا. تمام. اولا رحت السوق واشتريت شويه حاجات، ثانيا اديت على ابن عم. تمام. وبعد كده رحنا مع بعضنا للنادي، وفي اخر اليوم في الاخر كده تمام رحنا الكافيتيريا، قعدنا على مطعم. تمام. وروحنا البيت بعدها. بس ادي التسلسل يعني بتبين الستبس اللي انت مريت بيها في الحاجه او تمام في المشكله. تمام عشان تحلها مثلا. اوكي. فبالتالي عندنا بقى بعض ايه الروابط. طيب ايه الروابط كده اللي انت بتقولها في بدايه اول خطوه او في الخطوه الاولى اللي هي مين بقى؟ اللي هي يا سيدي بص فيرست يعني اولا عملت كذا وكوما يا ريت يعني وتدي الجمله اللي انت بتقولها، او فيرستلي او ايه فيرستلي تمام وكوما وتدي الجمله اللي انت هتقولها. تمام اللي هي بدات بيها. اوكي تمام ماشي يا مستر. طيب إيه بعد كده الخطوه الثانيه اللي بعد فيرست بقى؟ اللي بعد فيرست ممكن تقول نيكست يعني الخطوه الثانيه ايوه اللي احنا بنقولها بالبلدي بعد كده. تمام. او ممكن تقول then. لاحظوا يا شباب ان انا بكتب بعد الرابط كوما عشان دايما الروابط تمام دي بيجي بعدها كوما ثم الجمله اللي انت بتقولها. تمام. او after that. احفظهم الله يبارك. after that يعني بعد كده، بعد ذلك. كله معناهم بعد كده بالبلدي كده. تمام. next معناها التالي، then معناها ثم، after that بعد ذلك. انا بحب اترجمهم كده. تمام. بحب اترجمهم بعد كده. اوكي. after that عشان انتوا تفهموهم اكتر يعني. اوكي. يبقى انا عندي next معناها ايه بقى؟ التالي، الخطوه التاليه يعني التالي. تمام. تالي. then معناها ثم.
كلهم. افتر ذات معناها بعد ذلك. بعد ايه ذلك؟ ما تعرفناش يا مستر، هم كلهم معناها بعد ذلك، بعد كده. اوكي طيب نيجي بقى للخطوه الاخيره في المشكله اللي انت بتحلها دي، او القصه اللي انت مرر بيها دي. تمام، هتقول لي فاينلي في النهايه. سهل، فاينلي يعني اخيرا او في النهايه. اوكي يا جماعه، فاينلي. تمام، وتقول الخطوه بتاعتك. انا مش هسيبك، انا هديك مثال تمام بباراجراف صغير كده في السيكونس كونكتورز. بص يا سيدي، تمام، انت يعني عملت عليك كلمه بروتوتايب. بروتوتايب اللي هي النموذج الاولي، لما تكون بتعمل حاجه وتعمل لها كده ايه، حاجه تجريبيه. يعني مثلا هتعمل درج مكتب مثلا، فهمت ازاي؟ وعملته كده على قده كده في الاول، تصميم اولي، بعد كده تطوره، اسمه بروتوتايب. تمام، هتعمل ايه؟ يعني تعالى نكتب فقره باستخدام السيكونس كونكتورز عن هذا الموضوع. طيب ماشي يا مستر، اديني مثال. بص يا سيدي، هتقول لي فيرست، خد بالك ان الباراجراف انا هبدا كده بقول فيرست، اولا ايه اللي هيحصل؟ بس خد بالك من الكوم. identify the problem by talking to users. تمام، identify يعني حدد، identify يعني حدد، ماشي. identify the problem المشكله، ماشي تمام. by talking to user عن طريق التحدث للمستخدمين. by talking يعني عن طريق التحدث to users. تمام، المستخدمين يعني اللي هيستخدموها. تمام ماشي يا مستر. يلا الرابط اللي بعده يا باشا. بص يا سيدي، then بعد كده خد بالك انا بدات بحرف كابيتال فيه. تمام كده يا جماعه، بدات بحرف ايه؟ كابيتال. انا نهيت هنا، معلش سوري، الجمله بنقطه. بدات بحرف كابيتال then ثم الكوما. اعمل ايه؟ تمام، او نيكست. يعني بدل من then ممكن اقول نيكست. يلا ماشي، ممكن اقول then واستخدم نيكست بعديها كمان. define the problem clearly. تمام، احدد المشكله بوضوح بقى. تمام، define the problem clearly. define يعني حدد. تمام، the problem المشكله clearly بوضوح. اوكي زي الفل. اخبط بقى النقطه بتاعتك الحلوه وقول لي next. وبعد كده اللي تعمله brainstorm many different solution. يعني اطرح حلول مختلفة. تمام، عشان تشوف الحل المناسب. تمام، brainstorm عليك طبعا الفعل ده. تمام، many different solutions. ماشي، many different solutions. اوكي خلصناها. بعد اخبط النقطة بتاعتك. تمام، after that وبعد كده وبعد كده ايه يا عم اللي هيحصل؟ تمام، build a simple prototype to test. اعمل نموذج اولي عشان تختبره. تمام، build a simple prototype to test. اوكي زي في النقطة بقى. يلا بقى اخر حاجة بقى يا مستر بقى عشان ما نزهقش. finally، شايف finally بحرف كابيتال اهي. finally في النهاية او اخر خطوة test the prototype. اختبر البروتوتايب ده، شوفوا بقى هيمشي ولا لا. test it، انا عايز عشان اختصر test it بس. سهله جدا. تمام، انا بس اديتك المثال ده، انت مش مطالب بالكلام ده. انت يعني اديتك المثال ده عشان مخك وعقلك يعرف يعني ايه سيكونس كونكتورز. اوكي يا جماعه، يبقى في اول خطوه من الاخر كده بقول first او firstly. في الخطوه اللي بعديها تمام، الخطوه اللي بعديها next او then او after that. وفي اخر خطوه بقول finally. اخر خطوه بقول ايه؟ finally. شكرا، الدرس خلص. تمام، اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات بتاعه الاكسرسايزز التمارين. وانا هنزل سلسله اكسرسايز مع الفيديوهات او في فيديوهات منفصله عن الدروس عشان تتفرجوا على الفيديوهات كتير. تتفرجوا على الشرح وبعد كده تدور على التمارين بتاعه الشرح بتاع الجرامر ده. وزي ما انا قلت لكم برضه هفضل اقول هنزل التمارين PDF محلوله ومش محلوله. مش محلوله عشان تتفرج على الفيديو وتروح تحل وتشوف مدى استيعابك، انت استوعبت قد ايه او فهمت قد ايه من الفيديو او من الشرح بتاعنا. تمام، وبعد كده تصحح لنفسك من الانسرز، من الاجابات. اتفقنا؟ ربنا يوفقكم كده يا جماعه. ما تنسوش اشتراك في القناه بتاعتنا وتابعت الفيديو لاصحابك. بس كده، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.